العلم. بارك الله فيك. استاذن فضل الشيخ، معي الأخت الكريمة أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عذرا يا وبركاته. أختي، تفضلي. بارك الله فيك. عفوا يا شيخ، الله يسددك إن شاء الله في إجابتك، يعني مرة مهمة. أنا واحدة كنت يعني كنت في الشرقية، والحمد لله ربي من علي بالهداية، وقعدت فترة طويلة لي حوالي الحمد لله 10 سنين. المهم بعدت عن أهلي أكثر من 20 سنة في الغربية، رجعت لأهلي بعد تقاعد زوجي. المهم يعني أنا مرة أجل والديني، لكن لما أروح عند أهلي حوالينا بصراحة يعني وضع يعني أخواتي وأخواني وعيالهم وبناتهم البنطلونات واللباس اللي يعني كذا اللي الله يعلم فيه. يعني لي حوالي كنت قرابة 3 سنين عند أهلي هنا. آخر مرة يعني بنتي لبست فيها الطويل اللي هو أول عيد عندهم بعد شهر من وصولي، بعد كذا ما عاد تعرف الطويل. مو إنها هي وحتى أنا أشعر حتى لما يعني أنا لا زلت لابسة الحمد لله الطويل، هي تلبس بنطلون سارت وبلوزة طويلة لين الركبة، لكن مي قادرة تلبس الطويل لين الوضع، نحس نفسنا أصلا شاذين بينهم. وودي أرجع وشايلة هم إنه هذا يكون عقوق لوالدتي، مع إن هي حاسة بوضعي، وأقول لها أنا ماني قادرة أتحمل إنه أقعد في هذا الجو، وأحس إن ديني ما يخف وما عاد بيبقى منه شيء. فهل يعتبر عقوق رجوعي رغم إنها هي موافقة، بس يعني حاملة هم يعني وجعها، رغم إني ولله الحمد يعني الصبح والليل دعاء لها في سجودي على طول. الحمد لله الحمد لله. لكن أم عبد الله نعم يا أم عبد الله، يعني وجودك الآن أنت الآن تشعرين أنه في ضرر على استقامتك، استقامة أولادك، دينهم؟ مرة حتى من زوجي، يعني ممكن حتى زوجي يعني هو يعني في مشكلة أكبر، يعني حتى وجودي جنب أهلي ممكن يبعد عني زوجي كثير يعني. يعني عشان يجي قربت جنب أهلي ممكن هو يشوف له أوضاع ثانية، وعيالي مرة متمسكين في أبوهم. وواضح الصورة لأهلي واضحة كاملة، وأتعب كثير لما يزهموني تعالي عزيمة تعالي، مع إني الحمد لله ثبت كثير، لكن أحس كل ما أروح إيماني ينقص، كل ما أروح أشعر أنا إيماني ينقص. أنا أصلا ضعيف لما أحس إنهم هم مرة مرتبين، تعرف مرتبين على الجو السائد الموضة، أحس إنه بنتي مرة رايحة فيها صراحة. ما أقدر يعني آخر مرة لسه أمس رحنا، ويعني ما قدرت يعني مع إن هي ثابتة بس ما هي قادرة، بس أنا ماني قادرة أثبتها بزيادة، هي أحسها أنقص منهم لما ما تلبس زيهم. أم عبد الله الله يعافيك، رغم إني ولله الحمد أحس أنا ما أدري، أحس أنا دعائي بلا حدود لها. الحمد لله بلا حدود نهائي، هي أول أدعي لها قبلي، أصلا ما أسوي شيء لعيالي إلا أحس لها قبلها. الحمد لله الحمد لله. بس فهمني هذه النقطة. جزاك الله خير. أبشر يا أختي، بارك الله فيك، شكر الله لك وأعانك الله. تفضل يا شيخ. بسم الله. أولا أحيي أختنا أم عبد الله وأقول أهنئك بغيرتك وحرصك على أبنائك، والله إن هذه نادرة، وأقول لك أبشري، يعني هذه من علامات الله توفيق الله لك، أنك معظمة لله عز وجل ولحدوده، وتريدين الكمال والدرجة العالية لك ولأبناء بناتك في حجابهم وحشمتهم، وهذه بادرة طيبة ولا تحزني. كون الناس، وهذه أنا أقول لإخواني وأخواتي ترى جميعا نعاني منها، الناس الآن مع الانفتاح ومع كثرة المخالفات في اللباس خاصة في أجواء النسائية ومع الأقارب، وكلنا نعاني منها. وأختم مع عبد الله لا تحزني، الجميع يعانون، لكن ترى أقول لك كلمة، أنت تؤثرين بأنك قدوة بين هذه الجموع، وهو تأثير صامت، ولكن لا تظني أن الناس قد لا يخبرونك، لكنهم يتناقلون فيما بينهم ويشعرون بأنهم دونك، وسوف يعني بإذن الله في المستقبل يتأثرون الناس إذا أنا وأنت والثالثة والرابعة كل حاولت أن تكون قدوة في لباسها ولباس بناتها. لا تتراجعي، بالعكس نحن نقول سواء البنات يعني الآن عندهم يريدون البنطال، نقول البنطال يكون كما يكون بلوزة طويلة تستر وفضفاض، هذا لا بأس، ولو التزمت بها ونصحت غيرها فهو خير ونور على نور. صحيح. والشريعة تتشوف إلى أن المرأة تكون أكثر سترا. صحيح. لماذا؟ حتى تكون أبعد عن الفتنة لنفسها أو لغيرها. صحيح. القضية الثانية، أنا أقول لك ما دام أن أمك أصلا سمحت لك، لكن أنا أقول لا تجعلي البعد عن والديك يعني هو الحل الوحيد، لا، أنا أقول أن تعيشي بنفس واثقة مع من حولك. لا تقولي إن لا، يعني لا تنظري إلى أن الذي يلبس لباس مخالف هو الموضة والاتيكيت وأنت لا، هذا خطأ. وأقول نقول لك اذهبي واشتري من السوق من أفخر وأحسن الثياب الساترة. صحيح. لا نقول خذي من أقل شيء، لا، البسي ما شئت من الثياب واللباس الساتر وتكوني قدوة ويكون جميلا. بل أنا أقول لك لا تأخذي السيء، لا، نحن نقول لك خذي أجمل الثياب وتجملي بأحسن اللباس، بل بشرط أن يكون ساترا بعيدا عن المخالفات الشرعية. صحيح.
وكوني واثقة من نفسك، ولا يأتي الشيطان يجعلك دون، لا. الأمر الثاني، ما دام أذنت لك أمك، لا أقول أنه عقوق، لا يسمى عقوق إذا أردت أن تنتقلي لتحافظي على بيتك وزوجك، لكن لا تجعلي الشيطان يكبر يعني الذين حولك. كوني إيجابية في التعامل مع الناس، أن تكوني ناصحة لهم. الناس يتأثرون بك إذا كنت خلوقة معهم، تتحدثين معهم، تختلطين معهم، ولو كان عندهم قصور. لا يمكن أن يكون الناس ملائكة، ولا ينبغي لنا أن نعتزل كل الناس بحجة عندهم مخالفات، لا. يعني نحن نصلح ونخالطهم ونصبر على أذاهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بالله عز وجل. لا أن تكوني صامتة، إذا صمتي نعم قد تراجعين وتضعفين، لكن إذا رأيت على أختك غيبة أو نميمة تقول يا أختي اتق الله، نحن نتسامر ونتحدث لكن نبتعد عن غيبة. إذا رأيت مخالفة على بنت أو كبيرة امسكيها لوحدها دون التشهير بها، وبكلمة رقيقة وحانية، ممكن أن ترسل لها رسالة بالجوال وفيها الحب والشفقة. أنا لا أتصور يا أخت أم عبد الله لو أنك راسلتي أو كلمتي إحدى قريباتك التي تذكرين وعندها مخالفة للباس وقلت لها والله إني أحبك وأني كذا وأنت ما شاء الله محافظة على الصلاة، وتذكري ما في الخير، ثم تقول مخالفة بسيطة كذا وكذا وكذا. لا يتضجر الناس من هذا الأسلوب أبدا. صحيح. لكن صحيح. الشيطان يريد أن ننعزل ونبتعد. لا، أنا أقول يا أختي الشيطان الآن نعم مدخل كبير جدا، ولا يسلم، ولا الناس ليسوا معصومين، ولا نحن لسنا معصومين. لا يجب أن ندعي لأنفسنا العصمة والناس كأنهم يعني هم أقل منا، لا. أرجو أن نكون إيجابيين، وأقول لك أبشري أنت على خير ما دام أنك معظم لأمر الله. وإذا أذنت لك والدتك فلا يعد معصية ولا عقوقا إذا أردت أن تنتقلي إلى منطقة أخرى. نعم. أحيانا كان في مثل هذه المواطن إذا أذنت لي شيخ ناصر يكون المسلم يعني الشيطان يضطره إلى أسهل الحلول أن يغادر هذا المكان، بينما هناك من الأعمال ما يستطيع أن يقوم بها بكل اقتدار وبكل جدارة. الخلق الحسن هذه دعوة قوية جدا، التعامل الطيب مع الناس ودعوتهم والتبسم فيهم وخدمتهم هذه تعطي إشارات ودلائل كبيرة جدا. من أشد ما يكون أن يقزم الشيطان هذا المستقيم وهذا الممسك بأخلاقه ودينه، وأن يجعله يرى نفسه أقل من هؤلاء وأنه محط سخريتهم وعدم اهتمام. هذا ويجعله ما يبادر للإصلاح. نعم صحيح. لا يقول لا. كأنه بيروح يائسة الأخت تتكلم مع عبد الله، نعم. مع أنه الذي أجزم أنا ما دامت أنها بهذا الحديث وبهذا الفهم ما شاء الله وخشية الله عز وجل أنها قادرة أن تقدم كثير جدا لأولئك، وإن شاء الله تعالى نراها يوم من الأيام وقد نعم. تحول هذا المجتمع بسبب جهودها. هي على خير، ونشد على أجلها ونقول لها أثبتي واستمري وخالق الناس بخلق حسن، وسوف ترين آثار إيجابية كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل لها التوفيق والإعانة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سارة معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو سارة. كيف أحوالك شيخ؟ الله يطول عمرك. أقول حفظك، عندي حالة في الحارة، عندنا في الحارة أم تحتاج إلى إغاثة ولها قصة. هي جارة عجوز تقارب 80 من العمر، ما عندها إلا ابن 20. ولدها هذا كان يسافر الخارج، الظاهر أنه كان يتعاطى مخدرات. والعجوز أحيانا مع هي وهو يعني في البيت تهرب مضطرة إلى قارب لها وهذا، ويبقى هو في البيت بحالات. بعض الجيران إلى مستشفى الأمل عن طريق رجال المخدرات، مسكوه ودوه مستشفى الأمل، ما أخذ إلا حوالي ربع ساعة ثم أطلقوه وقالوا ما عنده استعداد للعلاج. رجعت الأم مع هذا المريض وحنا يا جيرانها والله محتارين ما ندري وش نسوي. يعني الأم فعلا تحتاج إلى أنها تساعد وما عندها إلا هذا. تصيبها حالات يعني يغلق أحيانا الأبواب، نسمعها من هنا من على بعد، والصراخ والصياح والله المستعان. طيب ما ندري الشيخ الآن هو يعني يعرف يعني طريقة، يعني فعلا والله تحتاج إلى إغاثة إلى الساعة هذه، وهو غير هي حوالي 80 أو يمكن تجاوز 80. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعيت في معرفة أقارب هذه الأخت؟ إيه لا، كانوا محتارين. هو حالته يعني عجيبة، أحيانا تقول تصيب حالات يقولون لها انسحابية أو كذا. طيب أخي هذه حلوة يعني الحمد لله. تسمع تعليق الشيخ أبو سارة إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. أم محمد معي. السلام عليكم. أم محمد معنا؟ أم محمد معنا على الخط؟ طيب الأخ أبو سارة ذكر يعني حالة، وهي إن شاء الله تعالى من القرب التي تقرب الإنسان إلى طاعة الله عز وجل، ومن توفيق الله عز وجل الإنسان أن يتلمس مثل هذه الحاجات ومثل هذه الاحتياجات لجيرانه وأقاربه الذين أحيانا
يغفل عنهم كثير من الناس، وبعدا عن المشاكل أو بعدا عن الالتزامات قد يلتزمها الإنسان فينزوي عنها عن ممارسة أو التعاطي مع مثل هذه المشكلات، وهي قربة عظيمة خاصة إذا كانت الإنسان إذا كان المحتاج قد تقطعت به السبل، مثل أمثال هذه الأخت الكريمة التي يعني تعيش مع هذا الولد المدمن العاق الذي أذاقها الأمرين. أولا أخ أبو سارة، يعني كما تعرف أن هناك جهات مختصة بالمدمنين وهي كثيرة، سواء مكافحة المخدرات أو مستشفى الأمل أو وزارة الشؤون الاجتماعية مهتمة، كذلك دور رعاية المسنين بالنسبة للأم إذا كان الوضع عليه خطر في العيش في هذا البيت، هناك دور رعاية المسنين. أو إذا تبرع أحد منكم أن يعيش في بيته تكون مع أهله فجزاه الله خير، لكن وضعها الآن خطر مع هذا الرجل. لكن أيضا هذا الرجل هو من حقه علينا أن ننتشله من الوضع الذي هو فيه، وأنا أقول يجب أن نتكاتف مرة بعد أخرى وأن يتواصل مع مستشفى الأمن، لأني أعرف أن نظامهم من كان بهذه الحالة لا يمكن يخرج ولا يخرج من المستشفى، يجب أن يناقشوا ويجب أن يذكروا بالله وأنه يحتاج أن يعالج علاج جذري، وأن ترفعوا المسؤولين كلهم. ووزارة الشؤون الاجتماعية معنية، وزارة الصحة معنية بالأمرين. صحيح. فأنا أقول أن تستنفذوا كل التواصل مع الجهات الرسمية، ولعل رقمي تضعوه في الكنترول، وما عندي مانع أيضا أن نتعاون معه بطرق أخرى. جميل. إذا أذنت أبو سارة وأنت تتابعنا الآن تتعود الاتصال وتأخذ الرقم من الأخ أبو مهند خدمة لهذه الأخت الكريمة. شكرا لك شيخ. أبو محمد معي. السلام عليكم أبو محمد. السلام ورحمة الله. حياكم الله وحيا الشيخ. الله يحييك بارك فيك. الشيخ أنا عندي سؤال الله يحفظكم. تفضل. السؤال الأول شيخ، هل يعد أو هل يمكن أن نقول أن التوفيق يمكن أن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ التوفيق على العبد هل يمكن أن يكون ابتلاء من الله جل وعلا؟ بمعنى مثل؟ يعني مثلا الله وفق مثلا في أمر معين من الأمور الدنيوية، هل يعد هذا التوفيق لهذا الشيء مثلا